السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معدنا مع بعض مع اكلة جميلة وجديدة، سهلة وبسيطة وسريعة. اللحمة بالخضار ديت انا عملتها، يعني خدت حوالي ساعة في الفرن. يعني عقبال ما خلصت حاجتي وعملت شوية رز طازة كانت خلصت. تعالوا نشوف مقاديرنا. انا عندي نص كيلو لحمة، انا مرضتش اعملها في مقدار كبير، انا اول مرة اجربها. وعندي شوية خضار مقطعين، الخضار اللي يعجبك، انا حاطه كوسة وبطاطس وجزر وبصلاية. وعندي البرطمان اللي هعمل فيه. انا هحط جزء من الخضار من تحت، وهحط عليه طبعا محضرة جنبي اهو فصين توم، فصين حبهان، فصين مستكة، ورقتين لورا. هحط في البرطمان فص من ده وفص من ده، وهقطع فص توم وطماطمايه نسيت اقطعها مع الخضار، قطعتها جوه البرطمان. وهرص اللحمة في النص وعليها بقية الخضار. البرطمان طلع مش كبير قوي يعني، فانا هحط في برطمان تاني، وهكمل حتتين لحمة على اللي فاضلين دول. انا قطع حتة ليا صغيرة اللي انتوا شايفينها في حرف الطبق دي، هحطها معاها عشان تديها بس طعم وريحة حلوة. وحطيت فصين الحبهان وفصين المستكة وورقة اللورة وفصين توم، قطعتهم كده بالسكينة. وهجيب طبقتين كده من الورق الفويل، وهغطيه الغطا كويس جدا. الباقي هحطه في البرطمان التاني بنفس برضو الترتيب. انا هسرع الخطوة دي عشان ما نكررش، يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. اهم حاجة ان انتي تحكمي الغطا كويس. ممكن تغطيها بغطا البرطمان نفسه، بس انا خفت الحقيقة يعني البخار يخلي البرطمان يجراله حاجة، لان انا اول مرة اجرب التجربة دي معاكم. حطيتهم كده في صينية ألمونيوم، وهحط عليهم مية مغلية من الكتل علشان تسرع عملية الغليان. وأنا طبعا كده ولعت الفرن وسخنتها. هحطهم على الصاجة التحتانية خالص بتاعة الفرن، يعني حوالي ربع ساعة كده لغاية ما يبدأوا ألاقيهم بيغلوا جوه البرطمان. حبة تخليهم للآخر على الصاجة، حبة مش حبة أنا رفعتهم على الشواية على الشبكة درجة واحدة فوق الصاجة. وبعد ساعة طلعوا بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض. انا فتحت واحد، انتوا هتقولوا الصينية دخلت فيها اتنين طلع واحد. انا طلعت واحد وفضيته بسرعة للولاد يتغدوا عقبال ما انا اصور معاكم البرطمان وانا بفتحه. هي طلعة جميلة جدا الصراحة، اللحمة بقت زي الزبدة. وانا عملت جنبه رز بشعرية حلو جدا، كفاية كده، وطبق سلطة حلو قوي. انا هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوه. معرفتش اطلعها بالمعلقة طبعا. اولا البرطمان سخن جدا مش عارفة امسكه، ومش عايزة بالمعلقة عشان ما كسرش البطاطس. فانا همسك البرطمان دلوقتي ونقلبه كله في الطبق ونشوف هو عمل ايه. نخلي بالنا بس احسن البرطمان طبعا بتبقى درجة حرارته فظيعة. هننزله كده بالراحة. الصوص اللي نازل منه ده جميل جدا على فكرة. طبعا وما تنسيش هتحطي معاه توابل، شوية ملح بس ما تكتريش الملح، يعني عشان ايه اللحمة تستوي اسرع. شوية ملح وشوية فلفل اسود، شوية بابريكا، وبس عشان طعم اللحمة يبان. يعني انا ما كترتش خالص التوابل. شايفين البطاطس زي ما حطيتها ولا اتفتفتت ولا اتكسرت؟ طبعا البخار طالع على الكاميرا، معلش انا هستنى دلوقتي يهدى عشان ابين لكم ايه الطبق واللحمه استوت قد ايه. شايفين البرطمان ما جرالوش اي حاجه، انا كنت خايفه جدا من الفكره دي الصراحه، حتى الحاجه ما لزقتش فيه. انا برضو حطيت مكعب زبده، نسيت اقول لكم حطيت مكعب زبده كده في البرطمان معاها مع حته اللية عشان تديله ريحه وشمخه كده. شايفين شكله روعه واللحمه جميله جدا. هنشيل بقى ورقة اللورة دي على جنب، فص الحبهان كده منين ما نعطر فيه نشيله.
بصوا بقت اللحمة كأنك سلقتيها وحمرتيها كأنك شويتيها. نتيجتها حلوة جدا على فكرة، وسهلة بقى، بدل ما نسلق بقى وبعدين نحط في صينية البطاطس. لا دي جميلة جدا، والخضار المشكل طعمه حلو جدا مع بعضه. طبعا انتي ليكي حرية الاختيار في موضوع الخضار. الناس بتحب مثلا تحط بروكلي، فلفل ملون، اللي يريحك. شايفين اللحمة بقت زي الزبدة، مش مهرية ولا اي حاجة، لكن من جوه مستوية جدا، وشكلها في منتهى الروعة، حلوة جدا والله، عاملة زي اللحمة المشوية. وادي البطاطس مستوية جدا وما اتفتفتتش ولا حاجة، يعني زي البطاطس لما ساعات تعملها حلقات، يعني لو نسيتيها شوية على البوتاجاز بتحس ان هي اتكسرت كده، لا هي زي ما هي. والجزر بقى زي الزبدة، كل حاجة استوت ما شاء الله في معيارها المظبوط يعني. طعمها جميل جدا، طبق سهل وسريع، يعني خضار وجنبه شوية رز واللحمة معاها، حلو جدا. يعني هو خد له ساعة في الفرن، وانا عملت الرز فوق خلاص، خلص الاكل على كده. حاجة واحدة ولا 100 حلة ولا الكلام ده. ودي احلى حاجة يعني، مش حلة فيها الخضار وحلة فيها اللحمة المسلوقة. على فكرة سهلة وجميلة، وممكن تعملي اللحمة لوحدها لو حابة، بس هي كده حلوة. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب لقناة حورية حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.